السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير في صحة وحال. قبل ما نبدأ الفيديو ياريت نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وياريت تدوسولي لايك وتشتركوا في القناة لو مكنتوش لسه اشتركتوا عشان يوصلكم كل فيديو جديد. النهاردة بقى مع بعض كده الفيديو النهاردة عبارة عن العيد بتاعي. احنا عندنا هنا في الأرياف ان لما العيد بيجي او الموسم بمعنى اصح الأهل بيجيبوا لبنتهم العيد ده اللي هو بيكون ايه؟ الكحك والبسكوت البيتي فور، حلاوة العيد، الحاجات دي، حاجات العيد دي كلها. ده عندنا هنا في الأرياف. انا معرفش عندكم كده زينا ولا لأ، فخلينا نشوف بقى ونوريكم مامتي جابتلي ايه النهاردة في العيد. تمام. اولا ربنا يخليها لي، وعايزه اشكرها طبعا، ولا ربنا يخليكي لي يا ماما، لان جايبالي حاجات بزياده قوي. طبعا الاولاني ده كان كيس شيبسي هي جايباهولي ليا كده، وهي جايبالي اللي هي الشوكولاته دي شوكولاته ميجا كده، طعمها حلو قوي. يعني هي زي ما بتقولوا شوكولاته معموله بكراميل، محشيه كراميل، والبسكوته بتاعتها كلها بكراميل. ودي كمان جايبالي فيها بونبوني القهوه. البونبوني ده بونبوني القهوه طعمه برضو حلو كده. هي جابتلي النوعين دولت، وجابتلي كمان اللي هي الشوكولاته البسكوتة دي، بس الكيس كان مقطوع فحطيته في كيس تاني. اللي هي باولا ديت بالفراولة طعمها تحفة، عايزة اقولكم حلوة جدا، من الشوكولاتات النضيفة يعني بصراحة. واولا ماما ما بتجيبش غير الحاجات النضيفة يعني اللي احنا متعودين عليها. وجابتلي كمان هي جايبالي من كل حاجة نص كيلو، يعني الشوكولاتة الأولانية دي نص كيلو، البونبوني نص كيلو، البسكوتة دي نص كيلو، ما عدا القشطة لأن أنا بموت فيها. القشطة جايبالي منها كيلو، وأنا اللي قلتلها يا ماما هاتيلي منها علشان أنا بحبها، هي قربت تخلص أصلا يعني انتوا متخيلين. وجابتلي كمان نص كيلو من الترمس، أعتقد ده ترمس حلو يعني، اعتقد يعني انا لسه ما سألتهاش. وجابتلي كمان كيلو سوداني من غير قشر. هو احسن، هو ما كانش فيه في المحل بقشر، فالست قالت لي خدي ده، هو متفرد بدل ما القشر هيبهدلك الدنيا وكده يعني، ولسه هتعمليه وهكذا تحمصيه يعني في الفرن. وجابتلي كمان نص كيلو من اللي هو الملبن اللي بيكون بسكر ده، اكيد كلكم عارفينه يعني، اللي هو الملبن الصغير اللي بيكون بسكر ملفوف زي البونبون ده. وجابتلي كمان الشوكولاته دي تحفه جدا. الشوكولاته دي هي جابتلي نص كيلو مشكل، اللي محشيه بقى فستق، واللي محشيه بندق، واللي محشيه لوز، والحاجات دي. عايزه اقولكوا هي تحفه وطعمها يجنن. هي جابتلي منها برضو نص كيلو. هو بتقول الكيلو من نوع واحد مش هيعمل يعني ليه كتير، فهي بتجيبلي تشكيله حلوه كده من كل حاجه نص كيلو. وجابتلي كمان نص كيلو من اللي هي الباولا دي، اللي هي بالسوداني دي، وعليها شوكولاته بالكراميل، حلوة برضو وانا بموت فيها، وباكلها من وانا بنت بموت فيها. يعني انا بالنسبالي عيد يعني باولا سوداني وباولا جوزة الهند، بس هي ملقتش باولا جوزة الهند فجابتلي ميجا. عايزه اقولكوا طعمها يجنن، طعمها حكايه كده. طبعا انا دقت من الحاجات دي كلها يعني. تمام. وجابتلي كمان البونبوني اللي هو بالكراميل ده، عايزه اقولكوا حاجه حلوه كده بتدوب في البق. هي جابتلي نص كيلو مشكل، اللي هو البونبوني اللي بالكراميل وبونبوني القهوه ده زي ما انتوا شايفين. وكمان جابتلي معايا ايه؟ علبة المندولين دي، شوكولاتة المندولين دي عشان انا بحبها، فهي جابتلي علبة منها يعني علبة كاملة عشان خاطر انا بحبها، وبرضو الكوكي. وجابتلي كمان علبة رولانا دي برضو حلوة، ما كانش فيه اللي هي القطعة لوحدها اللي بتتباع بالفرد، فجابتلي علبة من دي، علبة سليمة يعني، برضو طعمها حلو برضو وجميلة يعني. وكمان جابتلي دي ديت ماما ربنا يخليها لي يا توكا، فعجبتها فجابتها لكوكي يعني. تمام. فطبعا انا عايزه اقول لها ربنا يخليكي ليا وما يحرمني منك ابدا، وتعيشي وتجيبيلي دخلتها عليا بالحاجه، يعني حاجه بصراحه يعني فرحتني، وبالاخص ان هي جايبالي الحاجات اللي انا بحبها، وجايبالي حاجات كتير قوي. ده لسه في حاجات تانية ملهاش علاقة بالعيد اصلا. طبعا جابتلي معاها بقى الكحك والبسكوت والبيتي فور والحاجات دي، بس انا ما عرضتهاش معاكم في الفيديو لانها معروفة يعني. تمام. جابتلي ايه بقى التاني زيادة؟ هو عندنا العيد كحك وبسكوت وبيتي فور والحلويات دي. جابتلي بقى كيسة كده فيها شوية حاجات، خلينا نشوف جابتلي ايه. هي جابتلي الرز ده من ميس عالية، رز فاخر مصري. وكمان جابتلي ده من
من سولير تقريبا او هي حاجة كده يعني. وجابتلي كمان كيس مكرونة الملكة اللي هي القوقعة دي الهلالية، جابتلي كيسين منها من الملكة من نوع الملكة ده اللي هي الهلالية. وجابتلي كيسين شعرية من الملكة برضو، طبعا معروف ان ماركة الملكة احسن حاجة يعني وانضف نوع. وجابتلي كمان كيس شعرية من حوا. هي يعني ايه تشكلتلي كذا حاجة كده، قالتلي ايه يبقى عندك منين ما تحبي عشان تعملي لبنتك وكده. وجابتلي كمان كيس اللوبيا ده، يعني بصوا كل حاجة حتى البقوليات فانتوا شايفين وجابتلي كمان كيس لسان العصفور ده من الست عزيزة باين. وجابتلي كمان ملح اللي هو ملح ألفة وملح مظبوط وملح مطبخ، ده ملح المطبخ. وجابتلي كمان كيس التمر الرطب ده، ما انا عشان انا قلتلها انا عايزاه ونفسي فيه، فهي جابتلي الكيس ده. وجابتلي كمان نص كيلو ولا كيلو ده والله ما انا عارفه، كيلو تقريبا من الشعرية الفرط اللي هي الطويلة دي. هي جابتلي الحاجات دي. وجابتلي كمان علبة جبنة صغيرة، هي عارفة ان انا ماليش فيها قد كده، فهي جابتلي العلبة الصغيرة دي علشان برضو لو عملت سندوتش او جوعت او كده. وجابتلي كمان ازازة الزيت الصغننة دي زي ما انتوا شايفين كده معايا من بهاريز. وجابتلي كمان علبة السمنة قوت القلوب دي. عايزة اقولها تشكري يا ست الكل، وتعبتي نفسك وشيلتي نفسك وحملتي نفسك فوق طاقتها. ربنا يخليكي ليا وما يحرمني منك. يا ريت تدعوا لماما في الكومنتات ربنا يخليها لي، لان انا مليش غيرها في الدنيا دي طبعا، وجوزي وبنتي واخواتي واهلي وكل الكلام ده. وعايزه اقول لكم ما تنسوش تدوسوا اللايك وتشتركوا في القناه اللي مكنتش لسه اشتركتوا. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع الف سلامه.